سيدنا الدين كله نقول سيدنا النبي ولا نقول محمد؟ شوف رب العالمين بيتعامل مع النبي ازاي. بيقول لسيدنا موسى اللي هو قبل سيدنا النبي بسنوات وبقرون، قال له يا موسى لولا الذين يذكرونني ما أنزلت من السماء قطرة. الذكر لولا الذاكرين ما أنزل الله من السماء قطرة، ولولا الذين يوحدونني ما أنبت في الأشجار ورقة. يا موسى إذا أردت أن أكون أقرب إلى كلامك من لسانك ومن سمعك لأذنك، قال بلى يا رب، قال أكثر من الصلاة على حبيبي محمد. سيدنا النبي طب القلوب ودواؤها، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد، سيدنا النبي محمد كم حرف؟ الميم والحاء والميم التانية والدال. هتوحد الكبير المتعال. الميم الأولى اسمع ماذا قال أحد العارفين بالله. الميم الأولى بتاعت سيدنا النبي محمد قال لك مديحه يذهب الأحزان. الناس اللي مخها تعبان يقول لك ما تبالغش في النبي، ما بالغش في النبي. ده لو اجتمع شعراء الأرض وعلماء الأرض وفقهاء الأرض لن يستطيعوا أن يصفوا رسول الله، لأن الذي وصفه هو الله، وأن الذي علاه هو الله. تقول لي ما تبالغش في النبي. الميم الأولى مديحه يذهب الأحزان. طب والحاء حبه يجلب الرضوان. طب والميم الثانية مودة آل بيته فرض من الله في القرآن. طب والدال دينه خاتم الأديان. فاللهم صل وسلم وبارك عليه يا رحيم يا رحمن. ثم أما بعد، مش عايز أفوت شهر ربيع، شهر ميلاد الحبيب، شهر فرح سيدنا النبي، إلا ما اتكلم عن سيدنا النبي. طب هتقول لنا عن المكانه؟ لا، العلماء اتكلموا بما فيه الكفاية. ومن الآخر لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي. سيدنا النبي اللي بيقول لا يعرف قدري إلا ربي. خلصت، ما تتكلمش كتير. ربنا بيقول له وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك الراجل اليهودي، يا راجل وحد الله، اليهودي جاي لسيدنا الإمام علي ابن عم الحبيب النبي، هتوحد الله، بيقول له يا إمام عايز أسألك سؤال. قال له اسأل. قال له عد لي أخلاق محمد. طالما قال محمد يبقى كافر. يلي بتقولوا محمد على المنابر، طالما قال محمد يبقى مش مؤمن بالرسالة. قال له تعرف تعد لي أخلاق نبيك محمد؟ فسيدنا الإمام علي ذكي. ليه؟ تربى في حجر المصطفى وكفى. وسيدنا النبي اللي بيقول أنا مدينة العلم وعلي بابها، سيدنا الإمام علي
وما أدراك ما علي. خلي بالك. فبقول له عد لي أخلاق النبي محمد أو نبيكم محمد. فسيدنا الإمام علي قال له طب أنا هسألك سؤال، إن جاوبت لي هجاوبك. قال له اسأل. قال له تعرف تعد لي متاع الدنيا؟ أيام سيدنا علي. امال دلوقتي هيعدوا له متاع ايه؟ سرحته ليه ما توحد؟ بقول له عد لي متاع الدنيا وانا عد لك اخلاق الحبيب محمد. فقال له اليهودي وهل يستطيع احد على وجه الارض ان يعد متاع الدنيا؟ فقال له الامام علي عجزت ان تعد القليل حيث قال الملك الجليل قل متاع الدنيا قليل فكيف اعد لك العظيم وقد قال الله وانك لعلى خلق عظيم.